السلام عليكم، مساء الخير. فيديو توضيحي لكل أنصار نادي وفاق سطيف. حبيت نخاطب أصحاب الشركة الرياضية بلاك إيجلز اللي راهم حابين يغيروا شعار النادي. إن كانوا أرادوا يغيروا شعار النادي، حبيت نوضح لهم نقطة، باللي شعار النادي هذا ماهوش الملك تاع شركة بلاك إيجلز، وهو ملك للنادي الرياضي الهاوي الوفاق الرياضي الصيفي. والنادي الهاوي الوفاق الرياضي الصيفي هو الوحيد المخول له بتغيير شعار النادي بطريقة ما ولأسباب معينة. يدير اقتراح رئيس النادي إلى أعضاء الجمعية العامة، وأعضاء الجمعية العامة يصادقوا، ولما يصادقوا أعضاء الجمعية العامة في الحالة هذيك نقدروا نغيروا شعار النادي. ما تنساوش يا شركة بلاك إيجلز باللي عندكم اتفاقية مع النادي الرياضي الهاوي الوفاق الرياضي الصيفي، حتى تقدروا تلعبوا وتستغلوا شعار النادي لموسم. كل موسم نعاودوا نتسنيو معكم اتفاقيه جديده باش تمثلوا النادي الرياضي الهاوي الوفاق الرياضي الصيفي، اللي راه يلعب في البطوله الوطنيه المحترفه الاولى. شركه بلاك ايجلز ما راهيش تلعب في المحترف الاول. شركه بلاك ايجلز كنت تحب تلعب في المحترف الاول لازم تكري فرع كره قدم جديد، وتجي طالعه به من الصفر، وتجي طالعه باش تلعب للقسم الاول باش تقدر تولي دير الشعار تاع بلاك ايجلز. اذا مادام الشعار ماشي تاعكم، الشعار هذا تاع هاد الناس تاع النادي الرياضي الهاوي، ما عندكمش الدروه تهضروا عليه. هذه ان خممتوا باش تغيروه، لانه احنا عندنا معلومات باللي اتصلتوا بشركه اشهاريه باش تغير لكم شعار النادي وتضيفوا ليه بعض من الامور، احنا ما نقبلوش. دير في بالك حتى وإلا راكم دايرين ديريكتوار، والديريكتوار هذاك ما عندوش الدروه يغير شعار النادي. ديريكتوار ما يقدرش، عنده مهام معينه بيان بريسيز يقدر يقوم بها، الا انه الامورات الكبيره اللي في النادي الرياضي الهاوي منهم تغيير الشعار ما عندوش الدروه يتلح عليها. هذا توضيح لكم، لانني انا متاكد انكم ما على بالكمش. راني ديتها بحسن النيه اللي انتم ما على بالكمش، راني وضحت لكم وعطيتكم نصيحه، وعلى بالي ان النصيحه تاعي انتم تعتبروها اساءه، الا انني انا اعتبرها نصيحه، لان الله غالب. احنا نحبوا الفريق هذا، ومن حبنا لهذا الفريق لازم علينا نوضحوا لكم باش ما نخليكمش تبقاو تغلطوا، وراكم كثرتوا من الغلطات، الا اننا دائما من تغلطوا نكوريجيوكم، بينكم باللي كاين ناس في سطيف عندها كفاءات وتعرف، ماشي كيما راكم حاطين في لسانكم باللي لازم باش تجيبوا كفاءه لازم تكون خارج سطيف. كاين في سطيف كفاءات، هذه اول حاجه. ثاني حاجه، راكم تهضروا وتقولوا بلي احنا شرينا شركه سونالغاز الملكه لنادي وفاق سطيف، وشرات وفاق سطيف وراه ولات تاعها